إلى من الجزائر سألت تقول: هل هناك بدعة مستحبة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. آمين. ليس هناك بدعة مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا في خطبة الجمعة على المنبر، يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة مستحبة أو بدعة حسنة وأخرى غير حسنة. جميع البدع كلها ضلالة وكلها معصية لله عز وجل. بل إن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. قال أهل العلم: لأن صاحب الكبيرة يستشعر خطأه وذنبه ومعصيته فترجى له التوبة، أما صاحب البدعة فقد زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولهذا فصاحب الكبيرة أرجى للتوبة من صاحب البدعة. ولذلك الشيطان البدعة أحب إليه من الكبيرة، فالبدع شرها عظيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى المسلم أن يحذر من جميع البدع، وجميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة، ليس هناك شيء اسمه بدعة مستحبة. ما يتناقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نعمة البدعة. نعم، هذا في صلاة التراويح أول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركها خشية أن تفرض على أمته. ثم لما رأى عمر الناس يصلونها جماعات جمعهم على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه. ومراده بذلك البدعة من حيث معناها اللغوي، وليست البدعة بمعناها الشرعي، لأن البدعة هو بمعناها اللغوي إحداث شيء على غير مثال سابق. فكأنه قيل: يا أمير المؤمنين إنك أحدثت يعني شيئا لم يسبقك إليه مثلا من قبلك. قال: نعمة البدعة هذه، أي بمعناها ومدلولها اللغوي، وليس مقصوده بمعناها الشرعي. وعلى أنها صلاة التراويح ليس عمر أول من أحدثها، ولذلك قال: نعمة البدعة هذه، يعني لست أنا أول من أحدثها، إنما أول من سنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون جماعات جمعهم على إمام واحد، ولأن الغرض الذي من أجله خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على أمته قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، فالوحي قد انقطع بموته، فما كان يخشاه عليه الصلاة والسلام قد زال. ولذلك رأى عمر والصحابة رضي الله عنهم أن يجمعوا الناس على إمام واحد. فلما قيل لعمر هذا قال: نعمة البدعة هذه، يعني من حيث معناها ومدلولها اللغوي. نعم.